رئيس السنغال طلع بيعتذر لملك المغرب، وبيقول لملك المغرب حقك علينا، احنا اسفين وبنعتذر لكل المغاربة، لو ينفع واللي تتكرموا علينا وتفرجوا عن المواطنين السنغاليين اللي مسجونين في المغرب. وفي المقابل يا جماعة لو انتوا عايزين الكاس وعايزين الميداليات احنا ما عندناش اي مانع، وبنقدم اعتذار وقدمنا اعتذار واتنين وتلاتة، واحنا محقوقين لكل المواطنين المغاربة. يرضيكوا حاجة تاني؟ رد ملك المغرب او الكلام اللي قاله رئيس السنغال، قال لك ملك المغرب رد عليا وقال لي ان حياة كل مواطن مغربي تساوي 100 ميدالية و100 كاس، وان ملك المغرب رفض العفو عن المواطنين السنغاليين اللي ارتكبوا افعال فادحة في المملكة المغربية. المغرب عندهم نظام، عندهم قواعد، عندهم اسس. لو انت مين وابن مين ومن بلد ايه، القواعد والقوانين تطبق على الكبير قبل الصغير. وهنا انا دايما بطلع اناشد واقول اتعلموا من المملكة المغربية حاجة، لان الناس دي ماشية على خط مستقيم زي ما الكتاب بيقول.